السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا أبطال الثانوية العامة، يا رب الكل يكون بخير، ويا رب الكل يكون في حالة نفسية حلوة كده. أنا عارف إن أنتم مضغوطين شوية يعني بس في حاجات كتير جدا ممكن تخليك أحسن، في حاجات كتير جدا ممكن تصبرك برغم إن أنت امتحانك بكرة، وبرغم إن ضغطة نفسية وحشة وغيره. ولكن خليني أتكلم معاك على كام نقطة مهمة جدا. الفيديو ده معمول مخصوص ليك، مش هيكون مدته طويلة خالص، هيكون مدته قصيرة. هتكلم معاك على كام نصيحة جدا صغيرة تقدر تعملها عشان إن شاء الله بإذن الله بدايه اول لجنه تبقى بدايه خير عليك، والامور كلها تمشي بشكل كويس. انا عارف ان في ضغط كبير، وعارف ان كلكم مضغوطين، ولكن الحمد لله بكره بالنسبه لك العيد. اشمعنى بكره العيد؟ بكره بداية أول خط الانطلاقة للانتهاء من المرحلة الضغط الكبيرة دي. عدى عليك كل الأعياد، مسيحيين ومسلمين، كله فات عليك، وأنت حبيبي لسه بتمتحن، ولسه يا عيني مضغوط، وقدامك امتحانات كتير. ولكن الحمد لله بكرة أول فتحة في الباب للإفراج للحياة اللي الواحد إن شاء الله يتمناها ليك، وتبقى الأمور كلها كويسة وعلى خير. بعمل الفيديو دوت عشان اتكلم معاك على كام نصيحه صغيره جدا تعمل ايه بكره في اللجنه بتاعتك. الامور بكره هتمشي ازاي؟ فيه كام حاجه مهمه جدا هتحطها لنفسك بكره، هتفضل ماشيه معاك لحد تفضل ماشيه معاك لحد الاخر باذن الله. ايا ما كان مدرستك فين، ايا ما كانت هتمتحن فين، مدرستك بعيده، مدرستك قريبه، المدرسه الجديده اللي رايح امتحن فيها ديت هل هي هتبقى حلوه، هتبقى وحشه؟ يعني ان شاء الله باذن الله دايما دي هتبقى تجربه كويسه جدا ليك. بكره عندك لجنه، بكره عندك لجنه يوم 17، عندك التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه واللغه الاجنبيه الثانيه. باذن الله باذن الله باذن الله نلاقي الامور كلها كويسه، ونلاقي الامور كلها حلوه وجميله. نصيحتي ليك نصيحتي ليك نصيحتي ليك هتبدا تحط نظام لنفسك من اول المواد اللي بره المجموع. نفس النظام ده هيفضل موجود هو بارادتك او بدون ارادتك لحد اخر ماده خالص، سواء كانت الشعبه بتاعتك ايه. كل الترتيبات اللي هتحطها لنفسك هتبقى مرهونه بتنفيذ منك انت شخصيا. يعني ايه؟ بص يا معلم، اول حاجه بكره ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله في لجنتك، عايزك تركز كويس جدا على المكان اللجنه بتاعتك. عايزك تركز جدا الوقت اللي انت اخدته عشان خاطر توصل للجنه بتاعتك، خدت وقت قد ايه، رحت في قد ايه، وغيره. فرصه كويسه جدا ليك تتعرف على الناس اللي موجوده معاك في اللجنه، وتاخد على جو اللجنه والجو ياخد عليك. اللجان اللي بره المجموع او المواد اللي بره المجموع كلها بتبقى زي بروفا ليك، زي واحد ممثل هيعمل بروفا الاول عشان يطلع لما نقول يلا اكشن نبدا ان انت تمثل، وتشوف ساعتها الامور هتمشي معاك ازاي. ركز كويس جدا بكره في لجنتك، ركز كويس جدا بكره في الناس اللي موجودين عليك. ما تحاولش تشوف نفسك على مراقب، اوعى تشوف نفسك على مراقب اي مكان، ماده بره ماده جوه ماده غيره. الوشوش بتتحفظ وهتفضل دايما موجود في العين. لو انت كنت زاولت حد كاولاد، انا عارف البنات ممكن ما تعملش ده، ولكن لو انت كنت يعني غش وانت مالكش حق، ويعني اظن كلنا بنشوف الحاجات اللي بتحصل من الناس مع المراقبين. المراقب يقدر قدر الامكان يقدر يحطه تحت ضغط، ويقدر كمان يزاولك، وهو ليه كامل الحق يعمل ده لو انت قطعت معاه تذكره ان انت تيجي تعمل مشاكل مع شخصيه. النقطه الاولانيه، هتحترم مكانك كويس جدا. قاعد في النص تقعد في النص، جنب الحيطه تقعد جنب الحيطه، جنب الشباك جنب الشباك. مفيش حد فيكم هيفكر يتخطى الحدود بتاعته. بابل شيت هيخش لك واحد بكره وهيقول لك ازاي تظلل البابل شيت كويس، وازاي تحط كل رقم في المربع بتاعه. ساعتها ان شاء الله هتلاقي الامر بسيط وسهل، وما فيش هيبقى فيه لخبطه في حاجه. اسمك ومدرستك وادارتك والتاريخ واللغه بتاعتك ورقم التظليل بتاعت رقم الجلوس بتاعتك، باذن الله هتمشي بشكل يسير جدا، ومش هتحس باي مشاكل خالص فيها باذن الله. هرجع تاني لنقطه المراقب. انت ليك حقوق والمراقب ليه حقوق. انت كشخص من حقك الكامل ان المراقب جوه اللجنه ما يتكلمش. من حقك بكل اريحيه تطلب منه، لو كان رايح جاي رايح جاي رايح جاي، اطلب منه حضرتك انا مش عارف اركز من حضرتك خالص في المروح وفي المجي دوت، وتطلب منه ان انا مش عارف اركز. وهو قدر الامكان هياخد بعضه وهيقعد. على قدر الامكان هيكون هو واخد تعليمات ازاي يوفر لك جو هادي ومطمئن في اللجنه، وانت برضه لازم تتعامل معاه بشكل كويس، وما يكونش فيه لخبطه منك معاه خالص في اي شيء. النقطه الثانيه المهمه جدا جدا جدا، ركز كويس جدا في لجنتك وفي قعدتك، وشوف نفسك انت وراك مين وقدامك مين، وخد على جو اللجنه والجو ياخد عليك. دي زي بروفا، دي بروفا صغيره جدا انت بتاخدها عشان خاطر تشوف الدنيا بتاعتك ماشيه ازاي. ضيع وقتك كله اللي عايز تضيعه بقى في شكل اللجنه، وهنا جنبنا مين وهنا ورانا مين. مش عايزك في المواد اللي جوه المجموعه تستهلك حتى لو كانت دقيقه واحده بس في الوضع بتاع اللجنه. هنا الديسكات صغيره، هنا الديسكات كبيره. صاحب اللي قاعد قدامي ما جاش لجنه العربي ليه؟ طب ما جاش لجنه التربيه الدينيه ليه؟ يعني ما مالكش دعوه بحد خالص. لجنتك ثم لجنتك ثم لجنتك، القعده فيها قعده منضبطه. وقت وقتك جوه اللجنه خد ودي مع الناس، خد ودي مع الناس، واكسر حاجز النفسي ان انت رايح تمتحن في مدرسه جديده. اوصل بدري شويه قبل ميعادك، امتحانك الساعه 9، 9 الا ربع، 8 ونص تبقى موجود هناك. لقيت صحابك موجودين في المدرسه، ما لقيتش صحابك موجودين في المدرسه، حاول قدر الامكان تكسر الحاجز اللي هو انا رايح مدرسه جديده. وقدر الامكان حاول
خد على الجو بسرعه عشان الجو كمان ياخد عليك وما تحسش نفسك رايح موضوع غريب او رايح شكل جديد. عفوا. فدايما دايما دايما ان شاء الله باذن الله ربنا يخرجكم منها على خير. بروفا ليك كويس يوم 15 ويوم 17. ما تنساش وانت داخل اللجنه تقول اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، وربنا يجعلكم في كل خطوه سلام. بندعي لكم والله، وكلنا معاكم، كل مدرسينك معاك، ما فيش حد ناسيك. كلنا انت جزء من دعاتنا في الصلاه، ونقول ربنا يكرمك ويسدد خطاك ويطلعك منها على خير. بالتوفيق بكره ان شاء الله. خط انطلاق مهم جدا ليك، حبيت اعمل الفيديو دوت بس عشان خاطر اطمنك واقول لك احنا كلنا معاك، محدش ناسيك خالص والله. كلكم في القلب وكلكم هنا في الذهن عالقين في الاذهان. محدش فيكم خالص، محدش فيكم خالص يقلق، محدش فيكم خالص ييأس. ارمي على ربنا، انت عملت اللي عليك، وقول يا رب. وان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يفرحنا بيكم ويفرحنا بيكم في كلياتكم اللي انتم تمنيتوها، والامور كلها تمشي بخير وسلام. بالتوفيق ليكم في اول لجنه ان شاء الله، وباذن الله الجو يبقى بسيط ويبقى سهل، ويعني ان شاء الله باذن الله نطمن عليكم اول باول. مع السلامه.